بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الجميع بخير. معنا موضوع مختلف عن كل المواضيع اللي اتكلمنا فيها قبل كده. بنتكلم النهارده عن الذهب وعلاقة الذهب بالخلود. هنتكلم عن الموضوع باستفاضة لكن بعد الفاصل. اوعى تكون بخيل وتنسانا من لايك والشير. لو حضرتك مش مشترك معانا في القناة يا ريت تشترك معانا وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ورجعنا من الفاصل ونتكلم عن الذهب وعلاقته بالخلود. بيقول لك يا صديقي كل الشعوب استخدمت الذهب لكن مش زي المصريين. المصريين قدروا يستخدموا الذهب ويشكلوه ويطلعوا منه تحف نادرة جدا. بيقول لك يا صديقي ان الذهب كان موجود في مصر من قديم الازل زي التراب، موجود كتير جدا في كل مكان ممكن تلاقي ذهب. واللي يأكد على كده يا صديقي ان عندنا اول خطاب من ملك مملكة ميتاني. مملكة ميتاني دي كانت موجودة من حدود العراق لسوريا وكمان حدود تركيا. كل ده كان يعتبر مملكة واحدة اسمها مملكة ميتاني. مملكة ميتاني كان ليها ملك عظيم بعت أول خطاب للملك أمنحتب الثالث، طلب منه الذهب وكان نصه سهل وبسيط جدا. بيقول له أيها الملك العظيم نريد منك الذهب، فإن الذهب يوجد بمصر بكثرة مثله مثل التراب. بيني وبينك يا صاحبي تحس ان الراجل ميتاني ده كان هو السبب في النحس اللي حل على البلد، هو اللي حسدنا اكيد. ومن كثرة الذهب ووفرته في البلاد عندنا خريطة للذهب من ايام الملك سيتي الاول، ودي يا سيدي تعتبر اول خريطة موجودة في العالم بتبين اماكن الذهب وطرق الوصول ليها عن طريق بقى مناجم او جبال او اي صخور بيوجد فيها دهب في مصر. والخريطة دي موجودة دلوقتي في متحف تورينو. طب كده يا صاحبي عندنا مناجم وعندنا دهب وعندنا كل حاجة متوفرة، ايه اللي ناقصنا تاني؟ حد يفكر معايا ويسألني محتاجين ايه تاني؟ انا اقول لحضرتك محتاجين ايه تاني؟ محتاجين ورش لصياغة وصناعة الدهب. اكيد طبعا مش هسيب لك دي كمان، لا نطلع بسرعة على سقارة. عندنا في سقارة مقابر بيوجد فيها رسومات بتدل ان المصري القديم قدر انه يستخدم الذهب وقدر كمان انه يصيغه. بيقول لك يا صاحبي ان في المقابر دي كان موجود فيها رسومات لمصريين بس باطوال مختلفة. بالبحث والتدقيق قدروا يتوصلوا ان المصريين القدماء او الفراعنة كانوا بيستخدموا الاقزام في صناعة وصياغة الذهب. طب حد يقول لي اشمعنى الاقزام هم اللي استخدموهم المصريين القدماء في صناعة وصياغة الذهب؟ احب اقول لحضرتك ان الاقزام كان بيتوفر فيهم الصبر والدقة وقد ايه ان هم بارعين وفنانين في شغلهم. الاقزام يا صاحبي ما كانش بيتهمشوا في مصر القديمة، الاقزام كانوا بينالوا احترام وتقدير من كل الموجودين في الدولة، من اول الملك لحد اصغر عامل موجود. صديقي العزيز احب اقول لحضرتك ان مصر الفرعونية كانت بتحترم كل طبقات الشعب. مفيش عندهم حاجة اسمها ده مصاب، ده عنده شلل، ده عنده اي حاجة. والدليل على كده حكايتنا مع الملك توت عنخ امون. كان عنده عجز في رجله الشمال وده ما اثرش اي حاجة على انه يتولى حكم مصر وعرشها. يرجع مرجوعنا للذهب. بيقول لك يا صاحبي في مصر القديمة اللي كان بيحب حد كان بيهديه بالذهب. وعندنا أدلة كتيرة جدا، لكن أهم الأدلة دي منظر من مقبرة الملك صن نجم وهي زوجته بتهديه الذهب. وأحلى سلام مننا لكل ست مصرية على كفاحها وعطائها اللي من آلاف السنين اللي موجود لحد النهاردة. السؤال اللي بيطرح نفسه ليه الفراعنة كانوا بيستخدموا الذهب وبالأخص في مقابرهم؟ طبعا يا صديقي من غير نقاش ومن غير فكر كتير، عشان كانوا الفراعنة عندهم فكر واعتقاد ان الذهب ده هو سر الحياة وسر الخلود وسر الحياة الابدية كمان، وانه كمان بيمثل الهاتهم ومعبوداتهم زي الاله رع اللي هو اله الشمس. وطبعا مش بس مقبرة الملك توت عنخ امون هي اللي كان فيها ذهب، لا ده انا احب اقول لحضرتك مقابر الملوك والاعيان والنبلاء كان كلها ذهب. لكن المقابر دي تم نهبها من اللصوص مش دلوقتي، لا ده من قديم الازل. لكن مقبرة الملك توت عنخ امون هي اللي قدرت تنجو من السرقة والنهب. مش مقبرة الملك توت عنخ امون بس،
عندنا مقبرة تانية برضو اتوجدت مليانة ذهب ومقفولة ومقدرش حد يوصل لها. مقبرة الملك بوسوسينس الأول اتوجدت بكل محتوياتها، وحاليا أحب أقول لحضرتك محتويات المقبرتين دول موجودين منورين ومزينين المتحف المصري الكبير الجديد. لو حضرتك تحب تطلع على الآثار المصرية او تحب تتفرج على مقتنيات الملوك دول من الذهب، تقدر حضرتك تتوجه للمتحف الكبير وتتفرج على اثارنا المصريه الفرعونيه. مصر هتفضل عظيمه باهلها وبشعبها وبناسها الطيبين الكرام اللي نسلهم بيمتد لاجدادنا الفراعنه. اوعى تكون بخيل وتنسانا من اللايك والشير، ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشترك معانا وتفعل زر الجرس، وتحب تقترح علينا ايه مواضيع نعرضها المره الجايه. وفي السلام ختام، السلام عليكم.